انا مش فاهمه هند دي بتختفي بتروح فين بجد. حبيبتي الحمد لله على السلامه. في ايه مالك يا حبيبتي؟ مفيش يعني ايه؟ امال عملوا فيكي ايه المجانين دول؟ ولا حاجة، بقول لك مفيش. مفيش ايه؟ ما تقولي. طمنينا يا بنتي، ايه اللي حصل؟ اتخانقتي مع زين ولا ايه؟ يا بابي، اتخانقت مع زين وسبت له البيت. انا قلت لك من الاول ان دول ما يشبهوناش، ولا احنا زيهم ولا هم زينا يا بنتي. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه اللي حصل بس؟ قولي لي بالراحه يا بنتي. ايه مالك؟ فرحانة كده ليه؟ فرحانة؟ باين علي؟ طب ارقص يا ليلى، ارقص ارقص. ايه خير في ايه؟ طه بيفكر يجي يتقدم. بيفكر؟ ومين اللي قالك؟ هو قال لك ده. وانت الفرحة دي كلها عشان بدأ يفكر؟ والله انا مش فاهم الواد ده خالص، يعني شكلك ده مجنون. ما تقوليش عليه كده. يا اختي تنيل انت وهو. ترديني اقول على زين مجنون؟ طب فكري كده وانا اجيبك من شعرك، وبعدين خليك انت مع المجنون بتاعك اللي مش عارف نفسه عاوز ايه. هخليني فيه، مادام بدأ يفكر يبقى هيبدأ يحبني. انتوا الاتنين تستاهلوا بعض، الاتنين مجانين. طب ارقص يا ليلى، ارقص يرقص الواحد. يا ليلى. ادي ابوكي قام. ممكن تقولي لي ايه اللي حصل؟ يا مامي بليز، أرجوكي ما تضغطيش عليا أكتر من كده، أنا مش قادرة. ما هو انا مش هسيبك غير لما اعرف ايه اللي حصل. زين مد إيده عليا. ايه؟ مد ايده عليكي؟ ده اتهبل ده ولا اتجنن؟ هو مش عارف انت مين وبنت مين؟ لا يا حبيبتي، انت ابوكي لازم يعرف حالا دلوقتي. لا أرجوكي ما تقوليلوش حاجة، أنا مش عايزة بابي يتضايق. يتضايق؟ يتضايق؟ يا نهار ابيض، ده لازم الواد ده يتبهدل ويتهزق وبعد كده يجي علشان يطلقك. كفايه يا حبيبتي العيشه اللي انت مستحملاها هناك، كمان مش عاجبه؟ لا، عايزه اقول لك حاجه بقى، انت كان لازم تسمعي كلام امك من الاول، دول مش زينا. أنا مش ناقصة والله، أنا مش ناقصة. هو بليز عشان خاطري ما تقوليش لبابي حاجة، لو قلتي له أنا مش هقولك حاجة تاني. ومد ايده عليك ازاي ده بقى وليه؟ كلميه عشان لو في حاجه يقدر يعملها. هو احنا عارفين هو راجع متى؟ ما قدراش. أكلمه يا طه. كلميه يما، كلميه. يلا يما. خلاص. ايوه يا زين، عامل ايه يا ولدي؟ لا 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 يا ولد، اطمن اطمن، كلنا بخير. لا ما فيش حاجة، بس عايزة أقول لك إن فيروز لما اتخلقتها ومشت على مصر. لا والله يا ولدي، حاولت معاها كتير، هي برضك عندها حق، صعبان عليها منك. مديت يدك عليها ليه بس يا زين؟ اللي ما نرضاهوش على بناتنا ما نرضاهوش على بنات الناس. خلاص يا ولدي، لما تيجي نتكلم واللي فيه الخير يقدمه ربنا. خد بالك من نفسك. وهو عارف ازاي؟ لما يقول لي اللي واخد عجلك وانه مش عاجبه، ده معناته ايه؟ يا اخي تلاقيه بيتكلم عن الشغل. ابوي ما بيرميش كلام في الهوا، كل كلمه بيقولها بيكون قاصد من وراها حاجه. هو عرف منين؟ جواسيسه كتير. وهنعمل ايه؟ انت اللي تعملي مش انا. انا جيت جنبك ولا قربت لك. تعالى نمشي من هنا. نمشي نروحوا فين؟ بلاد الله واسعة، نروحوا اي حته، نسافروا اي بلد. بلاد الله الواسعة تروحي لوحدك. انت عايز نمشي؟ انت لازم تمشي يا هدى، عشان لو قعدت وسطينا اكتر من كده هتهد البيت على دماغنا كلنا. للدرجه دي انت بيعني؟ بايعك ايه وشارك ايه؟ انت طلعت لي منين؟ بعدي يا هدى، احسن ما بعدك بالعافيه.
اعمل لك شويه قهوه تعدل بيهم مزاجك؟ لا يما تسلمي. اجيب لك كوبايه شاي تعدل بيها مزاجك؟ انا مزاجي كان اشتكى لك من حاجه يما، سيبيني في حالي لو سمحتي. فيه يا ولدي؟ مالك؟ هتتعصب عليا انا كمان ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. خير يما، في ايه؟ حالك مش عاجبني، عايزه اكلمك في حاجه وخايفه تزعل مني. لا اتكلم يما، مش هزعل. عايزك تراضي فيروز. ايه اللي بتقوليه ده؟ راضي مين؟ بعد اللي قالته ده؟ يا ولدي حط نفسك مكانها، وانت عارف الحريم عقلهم صغير ومخهم زنخ. واحدة كان فكرها ان انت اللي ما بتخلفش، بعد شوية عرفت ان العيب منها، ودي من مصر يعني مش شكلنا، وعاداتهم غير عاداتنا، حساسة شويتين. واحدة لو عندها ذرة إحساس كانت تقدر إني خايف على مشاعرها، إني مستحمل إني أعيش من غير خلفة، من غير واد يشيل اسمي واسم أبوي، تقوم تشك فيا. دي آخرتها يما. واحدة بيجيلها رسايل وصور، لو أي حد مكانها هيشك. شايفاك واخد بالك من الواد ومهتم بيه، وهو ولا من دمك ولا من لحمك ولا من صلبك. الصراحة يا ولدي أنا أمك، أنا مرايتك. أنت مهتم بالواد أكتر ما مهتم بفيروز. مشغول بالواد؟ ما ده هي تكوني شاكة فيا أنت كمان يما. أنا أشك فيك أنت يا زين؟ ده لو الدنيا كلها شكت فيك أنا لا. ده أنت اللي لو الناس كلها مشيت عوج بتوقف عشان تعدلهم، لو فاتوا حقهم بتوقف عشان تجيبه، وتقول إن أنا أشك فيك؟ لا يا ولدي، زعلانة منك. تزعليش مني يما، ولدك أعصابه مشدودة اليومين دول. أنا مقدرة يا ولدي، ربنا يفك كربك ويهدي سركم قادر يا كريم. هو كده مش هدفع غير الفلوس اللي خدتها. موضوع الغرامة ده مش هيحصل. وده آخر كلام عندك؟ أول كلامي زي آخر. ولو قلت لك إنك لو ما جبتش الفلوس بالغرامة هنبلغ عنك؟